الأرز بالدجاج والكريمة وجبة مثالية للغداء أو العشاء، خاصة في هاد الحرارة لأنه كيوجد بسرعة. الأرز كيجي نتري حبة حبة وصوص كريمية وخاترة ولذيذة، وصفة سهلة بنينة وما كتحتاج أكتر من 20 دقيقة. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقة ديال التحضير. غنحتاجو دجاج يكون مقطع مكعبات متوسطة، انا عندي جامد. بصلة حبة ديال البصل متوسطة ديال الحجم تكون مشلضة رقيقة. بالنسبة للتوابل غنحتاج نص معلقة صغيرة ديال القرفة والفلفلة السودانية، ومعلقة صغيرة ديال السكنجبير والملحة، القزبور ومعدنوس وكريمة ديال الطبخ. في مقله تكون سخونه من قبل غندير كميه محترمه من الزيت، تقريبا 4 كاس ديال الزيت، ونضيف عليها البصله اللي شلت من قبل. نخلي البصله حتى تدبل وتنزل، وغنضيف على البصله مورا ما نزلات الدجاج. غنخليهم تيتقلاو مع بعضياتهم واحد 8 دقائق تقريبا. عاد غنضيف عليهم التوابل. مورا ما نضيف توابل غنخلي البصله والدجاج تدخل فيه العطريه ويتقلى مزيان تقريبا واحد 2 دقائق. عاد غنضيف عليه الماء سخون، تقريبا واحد نص كاس ديال الماء سخون فين يطيب الدجاج. نخلي الدجاج تقريبا واحد 10 دقائق حتى يطيب وتختار الصوص. هنا مورا ما طاب الدجاج غنضيف عليه كريمه ديال الطبخ تقريبا 200 مل، وغنضيف ايضا معلقه صغيره ديال كريم تشيز او اي جبن كريمي متوفر عندكم. هذه المرحله اختياريه، تقدروا تضيفوا ايضا اي جبن مبشور عندكم او كتفضلوه. ونحرك مزيان. غنضيف ايضا القزبور ومعدنوس، كيعجبني نضيفه في الاخير باش كيبقى فريش وكنحس بيه هكا فريش ماشي طايب. وغنحرك ونخلي الصوص كتعقد غير واحد شويه، وندوزو باش نوجدو الرز. بالنسبه للارز تقدروا تستعملوا اي نوعيه ديال الارز كتعجبكم. انا اليوم غندير الرز كلاصي. درت زلافه ديال الرز، مع كل زلافه ديال الرز غندير 3 ديال الزلايف ديال الماء يكون سخون طايب، ورشيشه ديال الزيت باش ما يتعجنش، وشويه ديال الملحه. ونغطي عليه نخليه في الاول فوق عافيه متوسطه حتى يغلى تقريبا واحد 2 دقائق، ونقص عليه البوطه نخليها كي الشمعه. غياخد منكم تقريبا 20 دقيقه. مورا ما تدوز غنطفي عليه ونخليه يرتاح واحد 2 دقائق، وكيكون واجد كيجي مفرود حبه حبه وبنين. وهاد الطبق ديالنا وجد. بالنسبه للتقديم راه كيبقى اختياري، انا قدمته على هاد الطريقه هادي كيجي رائع. الرز كيف ما قلت كيجي مفرود، الصوص كتجي كريميه وبنينه. جربوها بالطريقه ديالي وبنفس التوابل اللي درت، راه كيجي رائع على ضمانتي. كنتمنى انكم تجربوه وتقولوا لي الراي ديالكم في التعليقات. وما تنساوش تخليوا لي لايك ومتابعه باش يوصلكم ايضا جديد ديال الفيديوهات ديالي. ونخليكم في امان الله ورعايته.